اهلا بيكم متابعين قناه اوتو هيثم في كل مكان. بدايه قبل اي حاجه انا حابب اشكر اداره معرض الاحمدي موتورز اللي في مدينه نصر اللي بجانب سيتي ستارز على اتاحتهم الفرصه ليا لتصوير العربيه الاوبل كروس لاند موديل 2024. النهارده انا جايب لكم العربيه اوبل كروس لاند موديل 2024، والعربيه مصنفه من فئه العربيات الكروس اوفر تحت المدمجه. العربية دي تعتبر هي البديل لعربيات ميرفا، واللي كانت من أكثر العربيات شعبية في وقت من الأوقات. طبعا هي عربية ألمانية المنشأ وبتنزل من خلال توكيل منصور، وبتعتبر كروسلاند هي من العربيات المميزة في شركة أوبل في الفئة دي. بتنزل بفئتين، فئة الإليجانس وفئة التوب لاين. الفئة اللي معانا النهاردة هي فئة التوب لاين اللي سعرها حوالي 1,450,000، وده سعر رسمي طبقا لأسعار الوكيل ولحظة تصوير الفيديو. تعالوا مع بعض كده بقى نتفرج على العربيه ونشوف ابرز واهم مواصفاتها. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. العربية بتتميز بتصميم رائع وانسيابي، بتيجي بلغة تصميم جديدة مختلفة عن اللي قبلها. التصميم الخارجي مليان بألوان مختلفة مع خطوط حادة وانسيابية. منافسينها في السوق السيتروين سي 3، فورد ايكو سبورت، سكودا كاميك، بيجو 2008 ونيسان جو. دول بعض المنافسين في الفئة السعرية دي. لو بصينا على واجهة العربية الأوبل كروس لاند موديل 2024 هنلاقيها بسيطة وسيمبل، ولكن فيها تفاصيل دقيقه. تعالوا كده نبص مع بعض عليها. هنلاقي مثلا الواجهه اللي في الامام دي في الجزء ده جاي بيانو بلاك متوسطها علامه اوبل. على فكره الواجهه دي بقت واجهه مميزه جدا في كل عربيات اوبل بجميع فئاتها، غير بقى ان في تريم جاي من الكروم هنا حوالين الجزء اللي هو البيانو بلاك ده، مدي برده شكل جمالي للواجهه بتاعت العربيه. ولو نزلنا لتحت شويه هنلاقي هنا فتحات التهويه اللي حواليها جزء الديفيوزر. هو الواجهه بتاعت التهويه بتاعت العربيه جايه في الديفيوزر، فهنلاقي حواليها كده جزء فبر برده جاي من الفبر اللي لونه فضي مات، شكله حلو قوي. غير بقى ان هو كمان مش املس، يعني بص كده هتلاقي فيه كده خربشه مديه كده شكل جمالي في الجزء ده غير هنا هنلاقي بقى السنسور بارت الامامي للعربيه. لو جينا بقى بصينا على العربيه من الجنب هنلاقي هي سيمبل ولكن فيها خطوط حاده. الخط ده مثلا اللي جاي في الجزء ده من يعتبر كده من اول عربيه او من وسط العربيه لغايه الكتف معانا، ببروز اعلى في الجزء الوسطي هنا، وبعدين البروز ده يبتدي يخف في الجزء الخلفي عند الكتف، وبعدين نازل البروز دي نازله كمان واخده الجزء الاسفل فوق العتب بتاع العربيه. طب انا بعتبر انا بدي يعني بضرب تعظيم سلام للمصمم اللي عمل العربيه دي بالشكل ده. ليه بقى؟ الحركه دي مديه عرض للعربيه، بتديها حجم زياده او بتديك احساس بحجم زياده في العربيه. فبصراحه كان العربيه ايه مديه تجنيحه معينه او مجنحه شويه. فبصراحه انا بحترم قوي المصمم اللي عمل الحركه دي في العربيه. ده غير كمان ان هو مديها الشكل الرياضي اللي الشباب بتحبه، خاصه العربيه زي ما قلت لكم انها كمان خاطب فئه الشباب قوي يعني. لو جينا كمان بصينا بقى على الجزء الاسفل هنا، طبعا الجنب كله من حتى فوق عند الرفارف بتاعه العربيه كده هنلاقي برده الفبر اللي بيجي حوالين العربيه في العتب وفي الرفارف بيعمل برده نوع من انواع الحمايه ضد الخدوش او الاحتكاكات في العربيه. لو جينا بقى بصينا على بقيه الجزء الجانبي بس طلعنا لفوق شويه هنلاقي في ازاز معتم في الجزء الخلفي والخلفي الجانبي. ده غير بقى انا عايز اقول لك كمان ان الازاز الامامي هو فاتح ولكن ملون تلوين اللي هو بيبقى زي حراري شويه، يعني الازاز ده بيبقى نوع من انواع الحراري اللي هو بيمنع الحراره انها تضايقك في العربيه وانت قاعد جوه، ويكون تاثيرها على لما تيجي تشغل التكييف تاثيرها سريع في ان هو التكييف يقوم بدوره بسرعه يعني. تعال بقى نبص على الجزء العلوي بقى في السقف في العربيه اولا جايه تو تونز، يعني جايه بلونين، السقف اسود والعربيه بلون تاني، وتفر بقى اللون ده يطلع ابيض احمر اخضر اي لون ايا كان اللون ايه. ولكن عايز اقول لك ان هو طبعا الاسود مع الابيض مدي كونتراست حلو قوي
قوي. بلس كمان بقى ان الجزء اللي جاي كده فوق الازاز اللي هو التريم اللي جاي باللون السيلفر الفضي ده ونازل كده حتى بانحناءه في الجزء ده، مدي شكل حلو قوي للعربيه. ردد عليه بقى الروف راك اللي فوق السقف ده اللي جاي بلون فضي ميتاليك، فمدي برده كده شكل وجمال للعربيه. ده غير بقى انا عايز اقول لك على حاجه ثانيه كمان، ان العربيه ان السقف مش السقف بس الاسود، لا ده هو نزل كمان على القوايم بتاعه العربيه باللون الاسود، فمديه بقى تحفه، يعني مديه شكل تحفه بصراحه. لو جينا بقى بصينا على المرايات بتاعت العربيه، المرايات جايه برضو بنفس لون السقف او يعتبر لون مختلف عن لون العربيه او جسم العربيه. ده غير بقى ان العربيه فيها طبعا مرايات ضم وكهرباء، بس ما فيش هنا اشارات في الجوانب بتاعت المرايات، الا ان الاشارات الجانبيه في العربيه هنا موجوده في الجزء ده. يعني صحيح ما فيش مرايات اشارات في المرايات هنا، ولكن هم حاطينها في الرفرف الامامي في العربيه. ده غير بقى ان كمان الدخول العربيه بيكون كيلس. ده غير بقى ان احنا هنا عندنا كمان في السقف فتحه سقف بانوراما، بالاضافه كمان للسبويلر الانيق ده اللي مدمج معاه لمبه الستوب لايت. كمان هنشوف في الازاز الخلفي الازاز المعتم الغامق، تكمله طبعا للفامي اللي هو في جوانب الجزء الخلفي في العربيه ده. بلس كمان ان في موجود هنا مساحه مطر خلفيه. ولو نزلنا شويه لتحت هنلاقي كمان الجزء اللي عارف اللي هو رادد على الواجهه بتاعت العربيه بجزء برده الخلفي ده اللي هو جاي من البيانو بلاك، ده صوته برده علامه اوبل. وننزل تحت شويه كده كروس لاند مكتوبه بالكروم اللامع. وهنا بقى في كمان كاميرا الرجوع الخلفيه، وهنا برضو السنسورز البارك الخلفي اهي. هنا الاكسدام جاي بالفبر الاسود، مش جاي بقى بلون العربيه، مع كمان ديفيوزر جاي باللون الفضي بيرد برضو على الجزء في واجهه العربيه اللي هو باللون الفضي اللي فيه زي ما انت شايف كده. حتى خامته مش هي الملساء كده، لا في خربشه كده بسيطه، بس فضي مات لونه حلو قوي، يعني لونه حلو قوي مع لون العربيه بس. وهنا الجزء ده بقى هنا دي مجرد عواكس في الجزء ده. الاضاءه الاماميه او الاضاءه الخلفيه بالكامل كلها جايه LED. العربيه طولها الكلي 4 متر 21 سم، عرض العربيه متر 98، ارتفاع العربيه متر 60. اما طول قاعده العجلات فبتيجي 2 متر 60، ارتفاع العتب 17 سم. مقاس الجنود في العربيه هنا بيجي 17 بوصه 215 على 50، والجنود بتيجي 2 تونز. الشنطه العربيه بتتفتح مانيوال. ولو جينا بقى دخلنا كده عملنا زومنج على الشنطه هنلاقي ان الشنطه والله مساحتها مش بطاله. الشنطه مساحتها 430 لتر، مفيش اي يعني مساحات تخزين تذكر قوي في الشنطه. لكن لو جينا هنا طبعا عملنا كده في كده جزء كده زي جاي 2 لايرز. بص الجزء ده تقدر تحط فيه حاجه، يعني ارتفاعه تقريبا هيبقى حوالي 20 او 15 سم. بص لو عملت كده فبتديك مساحه تخزين اعلى، يعني انت فاهم الجزئيه دي بتدي مساحه تخزين اكتر. لو جينا بقى عملنا هنا طبعا رفعنا كده هنلاقي طبعا الاستبن بتاع العربيه. ده غير بقى كمان ان شفه التحميل تكاد تكون يعني لا تذكر، حاجه بسيطه خالص زي ما شايفين كده، حاجه بتاعت 6 او 5 سم، مفيش خالص، بسيطه قوي. فبتبقى بتديك سهوله ويسر شويه في ايه، في اخراج وادخال الامتعه بتاعتك او المتعلقات بتاعتك. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى كمان ان انت تقدر لو عملنا طي ظهر الكنب الخلفي بتديك مساحه اكبر في الشنطه. تعالوا نجربها كده ونشوفها مع بعض. بصوا كده المساحه بتاعت الشنطه كبرت شويه، شايفين كده المنظر بعد ما عملنا طي لظهر الكنب الخلفي. طب نقفل بقى الشنطه.
لو جينا بصينا على العربيه من الداخل او الانتيريور بتاع العربيه، فهنلاقي ان العربيه تقفيلها وخاماتها جيده جدا. هنلاقي ان الفرش الداخلي في العربيه في الفئه اللي معانا دي برده جايه من القماش، ولكن في كده ميكس معاه من الجلد، بس ميكس خفيف كده من الجلد معاه. لو جينا بقى استعرضنا التابلو مع الكونسول مع الانتيريور بتاع العربيه يعني، هنلاقي طبعا بص اللي هنا التابلو بتاع العربيه، الجزء ده كده جاي جلد، وعلى فكره مساحته عريضه جدا. يعني انا مش عايز انا عمال اشب عشان اجيب اخره، لا مساحته عريضه جدا. لو نزلنا هنا بقى كده هنلاقي فيه جزء جاي من البلاستيك اللامع، لونه جراي او جراي لامع كده، بيسموه بيانو جراي، برضو مدي زي حليه ظريفه كده في العربيه. الجزء ده كده جاي من البلاستيك. يعني مفيش تفاصيل كتيره قوي في التابلو بتاع العربيه. ولكن طب نيجي نبص هنا في الدرج كده، الدرج مساحته شاسعه حلوه جدا. نقفل الدرج. شاشه الانفوتينمنت في العربيه بتيجي 7 بوصه وبتدعم الاندرويد اوتو والابل كار بلاي، والعربيه كمان بتيجي بنظام صوتي 6 سماعات. التكييف بيجي اوتوماتيك ودول زون في العربيه. هنا لو نزلنا هنا شويه هنلاقي في مخرج 12 فولت، في فتحتين يو اس بي، في هنا مساحه تخزين عميقه. الكونسول شكله بسيط خالص، ولكن كده حوالين عصايه نقل الحركه، في الحاليه اللي هي جايه برضو دي من الكروم، شكلها برضو ظريف. وهنا في برضو حاجات خاصه بتحكم انماط القياده او فتح وقفل اللاين لين اسيست اهو. هنا في فتحتين كاب هولدر. فرامل اليد عاديه مش كهرباء، شكلها تقليدي شويه. في هنا علبه تخزين صغنونه كده خالص، حاجه ميني يعني، لكن ما تنفعش تستخدم كمسند يد. لكن هنا في علبه تخزين صغنونه كده معموله بكفر سلايد اهو. الطاره جايه من الجلد، واخده الشكل الدائري التقليدي، في خياطه هنا كده جايه باللون الابيض. طبعا الطاره مالتي فانكشن، وهنا في المنتصف علامه اوبن جايه برده من من الميكا. لو جينا بصينا بقى على شاشه الاعدادات، شاشه الاعدادات بتيجي انالوج. لو جينا بقى بصينا على بطانه الابواب الجانبيه، هنلاقي في طبعا انا بتكلم على الجزء الباب الامامي، فهنلاقي الجزء العالي هنا ده جاي من البلاستيك، بس البلاستيك فيه كده خربشه. الجزء ده جاي من الجلد، طبعا الجزء الطبيعي اللي جاي من البلاستيك ده. الجزء ده جاي من الجلد وفي خياطه باللون الابيض، والجزء ده كمان اللي هو مسند اليد اللي هنا. السماعه بتاعت العربيه جايه بشكلها لذيذ كده، برده واخده شكل زي مخروطي كده، وحواليها برده فريم جاي من البيانو جراي. مساحه التخزين اللي هنا حلوه بصراحه، مساحه التخزين في العربيه حلوه قوي، واسعه يعني. يعني حتى مساحه التخزين اللي في الباب الجانبي واسعه. زاويه الدخول في العربيه انت داخل، مش هقول لك واسعه قوي، لان الباب شويه ايه مش مدي اللي هي ال 90 درجه، فالزاويه مش بطاله مش وحشه. نيجي بقى للجزئيه المهمه جدا. بالمناسبه انا تقريبا مرجع الكرسي ظابطه، او ظابط الكرسي الامامي ظابطه حلوه على طولي، ومع ذلك لما جيت قعدت ورا بصراحه القعده ورا مريحه في ايه بقى؟ مش هقول لك في عرض الكنبه، لا عرض الكنبه برضو العربيه مش عريضه قوي، فممكن تاخد 2 حجمهم مليان، او تاخد 2 متوسطين حجم معاهم طفل صغير في النص. دي الحاجه اللي بقول لك ايه، انا بوصف لك وصف دقيق لمساحات الجلوس في العربيه. ولكن الجزء الجميل قوي بقى ان اللي قاعد هنا حتى لو طويل، بص المساحه عامله ازاي. وانا بقول لك انا مرجع الكرسي او ظابط الكرسي الامامي ظبطه حلوه على طولي، اللي هو طولي انا حوالي 180 سم، فان انا اكون قاعد مستريح قدام وبعدين ارجع اقعد ورا في الكنبه اللي ورا وانا ركبتي مش خابطه في ظهر الكرسي الامامي، دي حاجه حلوه جدا في عربيه زي دي. ولكن تاني برجع اقول لك المساحه بتاعت الكنبه كعرض مش عريضه. لو جينا بصينا هنا على نفق الفتيس مش عالي، ولكن فيه ارتفاع، ولكن مش عالي قوي يعني، فاللي قاعد برده في النص مش هيبقى متضايق من الارتفاع ده، خاصه ان هو كمان ايه مش جاي عامل قبه كده، لا جاي بعرض، فاللي قاعد هنا برجله او بجزمته هيقدر يحط رجله مرتاح. الليج روم مساحتها هايله، مساحتها هايله قوي يعني انت بتحرك رجلك بكل اريحيه وحاطط رجلك تحت الكرسي الامامي وانت مرتاح خالص. الهيد روم بص المساحه والله حلوه، مساحه حلوه، قاعد مرتاح، مش حاسس ان السقف كابس على نافوخي مضايقني كاتم نفسي، لا 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 خالص، بصراحه حلو. حتى لو رجعت دماغك ورا شويه هنا
لامس بسيط يعني، ولكن مش كابس عليك. دي بالنسبه للايه، للمساحات الجلوس والليج روم والهيد روم والحاجات دي كلها. لو جينا بقى كمان لمساحات التخزين، هنا مفيش اي مساحه تخزين ورا، ولكن في مخرج 12 فولت، ومفيش فتحات تكييف ورا. هنا في جيوب خلفيه في ظهر الكرسي الامامي. بالمناسبه ظهر الكرسي الامامي كله جلد على فكره. الكراسي برغم انها قماش، ولكن هي قماش من النوع الجيد جدا كمان يعني. طيب في كمان هنا مثبت كراسي الاطفال الايزوفيكس اهو موجود. دي مش مسند يد، ده مش مسند يد، ده كده مكان زي كده فتحه مناوله من الشنطه الخلفيه للكنبه اللي ورا بس، لكن ده مش مسند يد. يعني انت حتى عايز تحطه تعمله مسند يد ماشي، لكن هو ما فيهوش كاب هولدر ولا اي حاجه خالص. تقييمي السريع بسرعه لمساحات الجلوس في العربيه، هي عربيه تناسب فئه شباب، اسره صغيره معاها مثلا اطفال حاجه زي كده، هيبقوا قاعدين برده كويسين ورا ومرتاحين. ولو شباب على فكره وقاعدين مع بعض وفي يعني مجموعه كده دواليب قاعده ورا، والله العربيه هتشيلهم يعني. شوف انا بقول لك ايه، العربيه هتشيلهم. بس دي بالنسبه يعني تقييم سريع كده للعربيه بسرعه يعني. ده غير بقى انها ممكن تكون خيار مثالي برده للستات يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ طلع هيدروليك. في تصفيح اسفل الموتور على فكره. يبقى كده فتحنا الكبوت هيدروليك، في تصفيح اسفل الموتور، حاجه بس مش لذيذه شويه يعني. كان ناقص بس يبقى هنا في بطانه من اللي بتبقى اللي عامله زي الفوم شويه كده، عشان بتبقى عامله عزل للحراره والصوت. ما علينا. نمسك بقى ايه الموتور. موتور العربيه الاوبل كروس لاند 2024 بتنزل بموتور 1200 سي سي تيربو 3 سلندر، 110 حصان بيتحققوا عند 5500 لفه في الدقيقه، 205 نيوتن بيتحققوا عند 1500 لفه في الدقيقه. المنظومه دي كلها متوصله بناء الحركه اوتوماتيك عادي 6 نقلات، بتحقق من 0 ل 100 في حوالي 11 ثانيه و8 من عشرة. اما السرعه القصوى للعربيه فبتيجي 187 كيلو متر في الساعه. معدل استهلاك الوقود في العربيه فبيجي 5.4 لتر لكل 100 كيلو. اما سعه خزان الوقود فبتيجي 45 لتر. وزن العربيه الاجمالي حوالي 1290 كيلو جرام. طيب لو جينا نتكلم بقى على مواصفات الامان والسلامه اللي موجوده في العربيه، هنلاقي ان العربيه بتنزل ب6 ايرباجز. فيها طبعا منظومه الفرامل الكامله، الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي. فيها كمان نظام مراقبه الجرر او اللي هو تي سي اس. فيها 6 ايرباجز. فيها كمان سنسور سبارك امامي وخلفي وكاميرا رجوع خلفيه. العربيه فيها مثبت سرعه ومحدد سرعه، ده غير كمان ان فيها لاين لين اسيست ومراقبه ضغط الاطارات وانظمه المساعده على التلال اللي هي بيسموها الهيل ستارت اسيست. الاوبل كروس لاند 2024 عربيه كروس اوفر تحت مدمجه، تصلح كعربيه شبابيه، تصلح كعربيه عائله صغيره كده، مراتك عماله تزن عليك ونفسها في عربيه، تصلح قوي لزن مراتك. العربيه فيها مواصفات امان محترمه جدا زي ما شفتوا كده وشرحت لكم في الفيديو. بس فالعربيه خيار جيد لمجموعه الناس اللي انا قلت لكم عليها دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديوهات تانيه قريب ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم.